انتوا عارفين ان ده كان ماي فيفورت كاركتر؟ الفيديو ده للناس اللي زيي اللي متحمسين جدا ينزلوا يجيبوا زينة وديكور رمضان، بس متوترين وخايفين جدا من نزولة وسط البلد والنزهه بتبقى زحمه، مفيش مكان نمشي فيه، وكمان مفيش ركنه. انا بعد ما اكتشفت ان اتش سي فرنتشر مول عامل معارض لكل زينة وديكورات رمضان، انا مستحيل افكر انزل وسط البلد تاني. الفايبس الرمضانيه اللي بتلاقوها في المعز، انا حسيت ان انا هناك من غير الزحمه ووجع الدماغ. هتلاقوا كل الزينه والديكورات اللي انتم محتاجينها عشان تزينوا بيها البيت، بس البيت اللي بيحتاج فايبس رمضانيه انتم ممكن تجيبوا ديكورات للمكتب للشركه، او تجيبوا كمان هديه لاي حد بتحبه. وما تستغربوش الاحجام دي، هي بتبقى تحفه في المكاتب والشركات. واكتر حاجه مميزه في المعرض هنا ان بجد عندهم حاجات فخمه جدا انا ما شفتهاش في اي حته ثانيه، زي الازاز الهاند ميد ده. بجد الهدايا الحقيقيه اللي انتوا لازم تجيبوها لكل اللي بتحبوهم في رمضان. حاجه عجباني كمان ان الديزاينز مش ليميتد ابدا، هو في الوان واشكال كتير قوي عشان ترضي كل الاذواق. ممكن نختلف على الزينه في رمضان، بس الفانوس بالذات ما بنختلفش عليه، ومهما كان ذوقكم هتلاقوه هنا. شايفين الهلال ده شكله عامل ازاي؟ وبجد هتلاقوا فوانيس بكل الاشكال والالوان اللي انتوا حابينها. عشان الديكوريشنز عندي في البيت فيها جولد، فالفانوس ده بجد هو اللي انا هشتريه النهارده. ولا ثانيه واحده كده، ده في منهم كتير قوي. وبجد عندهم تشكيله رانرز رمضانيه حلوه قوي، ما شفتهاش في حته قبل كده، بس ده اللي هلاقي عندي في البيت وده اللي انا هجيبه. الكوشنز دي كمان ممكن نلاقيها مع الرانرز وبيودوا شكل الصاله في حته ثانيه. انا مفيش حاجه تخيلتها ما لقيتهاش هنا، حتى المجات. ما تنسوش لما تيجوا اتش سي فرنتشر مول تتصوروا مع الفانوس ده.